السلام عليكم ورحمة الله، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين إيه يا بنات؟ وحشتوني جدًا، جدًا. النهارده فيديو حلو جدًا، إن شاء الله تستفادوا منه وتتحمسوا منه كمان. هنعمل فيه شوية حاجات كده، وهنعمل تنضيف عميق لغرفة البنات كده، وهننضفها يعني هنروق عليها بقى، ونعمل شوية حاجات كده، وهنغير بقى الدفايات. بصوا هنظبط الدنيا وهنمسح بقى ونخلي الدنيا زي الفل. وكمان جبت شوية مشتريات كده وشوية حاجات كانت نفسي فيها من زمان. حاجات كان نفسي فيها جدًا، جدًا، جدًا بصراحة، وهتنفعني جدًا، جدًا، جدًا. فاشتريت كده شوية حاجات إن شاء الله هاعرضهم معاكم برضه، وهاعرض معاكم الأسعار وأقول لكم كل حاجة بالأسعار بتاعتها، وتشوفوا كل حاجة معايا بالتفاصيل. فيالّا بينا كده نبدأ الفيديو مع بعض، بس أهم حاجة كده يا ريت تصلّي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. ويالّا بينا كده بقى حُطّي اللايك بتاعِك الجامد جدًا، وكمّلي معايا الفيديو للآخر، وما تجرّيش الفيديو بقى تقولي أنا هاروح أتفرّج على المشتريات وخلاص. كمّلي معايا الفيديو كده من بدايته كده عشان تتنشّطي وتتحفّزي. ولو أنتِ هتشوفيني كده بدري أول ما الفيديو ينزل، طبعًا ده كفيل جدًا إن هو يشجّعِك كده ويحفّزِك، وتقومي كده تشوفي مصالح بيتِك. لو أنتِ كسلانة كده أو وراكِ أي حاجة، اتفرّجي على الفيديو من هنا، وقومي على طول كده خلّصي كل حاجة عندِك في الشقة. لو طبعًا هتتفرّجي على الفيديو ده بالليل، فأنصحِك كده تقومي تعملي لِك حاجة دافية كده أو حاجة سخنة، وتقعدي كده تحت البطانية مع نفسِك كده، وتقعدي كده تتفرّجي على الفيديو ده. برضه هينشّطِك كده ويحفّزِك، وتاخدي كده طاقة إيجابية كده بعد يوم تعب طويل جدًا في البيت. فتاخدي كده ساعة روقان كده مع حاجة دافية، تتفرّجي عليها اشحني طاقة تاني من أول وجديد. وبعد كده إن شاء الله تبقي تشوفي بقى وراكِ إيه. يلا بينا كده. أول حاجة كده بدأت إن أنا نفضت الشباك الأول، وبعد كده شلت بقى هنا الدفاية كده، وبدأت إن أنا أنفض السرير كويس جدًا بقى من أي تراب من أي حاجة. لأن الفترة اللي فاتت دي بصراحة كانوا البنات فيهم كانوا تعبانين، وكنت بقى إيه ما كنتش باعمل حاجة خالص، خالص. يعني إجباري إن أنا كنت بافتح الشباك في الأوضة، إن أنا أهوي كده الغرفة وأروق كده من على الوش يعني وخلاص. لإن بصراحة برضه كنا كلنا واخدين الدور، فأنا كنت برضه ميتة حرفيًا، ما كنتش قادرة أتحرك ولا أعمل أي حاجة. قعدنا أسبوعين كاملين، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كان عالم بينا، اللهم لك الحمد يا رب، الحمد لله. ولسه والله لحد دلوقتي برضه الدنيا مأثّرة علينا، بس الحمد لله أحسن من الأول كتير جدًا، جدًا. كنت عايزة أفرش يعني الدفاية بس كده لوحدها. معلش يا بنات بس قطعت قطعت الكلام، بس كان في اتصال. المهم كنت عايزة أفرش الدفاية لوحدها، بس لقيت إن الدفاية دي قصيّرة، مش من الدفايات الكبيرة العريضة اللي أنا بافرشها دايمًا على السرير. فقُلت لأ خلاص هافرش تحتها بقى إيه، ملاية، لازم أفرش تحتها ملاية. المهم فرشت بقى الملاية وفرشت الدفاية القمر الجميلة الدبدوبة العسولة دي. حلوة أوي، وحسيت إنها ماشية جدًا، جدًا مع الملاية كمان، ماشيين كده مع بعض، عاملين matching حلو أوي. فالمهم عملتهم كده بقى مع بعض الاتنين، وهافرش بقى بقية السرير، هالمّع طبعًا السرير برضه، هالمّع الدولاب، وهالمّع حاجات كتير. واشتريت بقى حاجة هنا كانت قمر، 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 ومش هتصدقوا سعرها كام، مش هتصدقوا ولا تتخيلوا. بُصّوا يا بنات، أنا كنت كده في محل كان عامل بقى عروض بقى على الفيس وكده، منزّل بقى عروض. عارفة عارفين بوز المخدة ده، البوز اللي إحنا بنلبّسه للمخدة ده، كان عامل عرض كده الاتنين ب5 جنيه. أنتم متخيّلين؟ يعني البوز اليمة الواحدة ب2 جنيه ونُص، يعني الاتنين بحق كيس شيبسي. يعني الكيسين بتوع المخدة اللي هم البوز بتاع المخدة ده بحق كيس شيبسي اللي ب5 جنيه، يعني متخيّلين؟ فالمهم إيه، عجبوني جدًا، جدًا. رُحت هناك بقى نقّيت شوية كده حلوين وجبتهم، قُلت إيه يعني أبقى أغيّر فيهم كده إيه، منهم يدّوا دفى كده للمخدة، ومنهم يثبّتوا بقى الكيس بتاع يعني كيس المخدة عليهم، ويبقى شكلهم حلو كمان، وأغيّر إيه من شكل الإيه، المخدة كده زي ما أنتم شايفين. اخترت اللون ده اللي هو رصاصي، رصاصي، بس هو مش عارفة باين جنزاري عشان الإضاءة أو الفلتر اللي أنا حاطاه يعني، فمبيّنه تحس إن هو مبيّنه جنزاري، ولكن هو اللون ده رصاصي. فحطيته بقى كده. بُصّي شكلها جميل جدًا، جدًا، وضابطة بقى الكيس بتاع المخدة اللي أنا حاطاه بيضبطه جدًا ويخلّيه ثابت كده، مش يفضل كل شوية يجري كده ويتزحلق. حلو أوي، أوي. في يا بنات بتتباع اللي هي cover كامل كده للمخدة، يعني في بيتباع cover كامل للمخدة، بس أنا قُلت مش مشكلة يعني عادي. هو حلو جدًا طبعًا في الشتا، بيدّي دفا، وبيثبّت كمان جدًا الكيس بتاع المخدة لمّا بتيجي تحطيه.
فهو بيبقى حلو جدًا، جدًا، ولكن برضه أنا جِبت البوز بتاع المخدة ده حلو أوي، لقيته فرصة كده ما تتعوّضش بصراحة، وجِبت حاجات تانية كتير جميلة أوي. بس إن شاء الله إيه هتعرفوها في وقتها كده، وهاعرضها معاكم في وقتها بأمر الله. شوية حاجات بقى يا بنات ما أقولكوش بصراحة، حاجات خطيرة والأسعار بقى يعني بصراحة شيء مش متخيلين. بصراحة أنتم هتسمعوا الأسعار دي هتبقوا عايزين تمسكوا في زمارة رقبتي، أنتِ جبتِ الحاجات دي منين؟ إحنا عايزين نجيب إحنا كمان. والله العظيم بجد أسعار فعلًا فظيعة، لأن أنا مش مصدقة أصلًا الأسعار دي موجودة، بس إحنا عندنا واحد كده يعني ما شاء الله كل شوية بيعمل عروض كده في حاجات حلوة، فجبنا منه الحاجات الجميلة دي، وحاجات تانية بقى خطيرة ما أقولكوش. طبعًا كنت عارضة معاكم قبل كده الكفرات بتاعة المراوح، والتكييفات الcover بتاع التكييف ب5 جنيه، وقطيفة برضه كده جميل جدًا، والcover بتاع المروحة برضه قطيفة ب5 جنيه، فشوية حاجات كده جبتهم كانوا حاجات فظيعة، فظيعة، فظيعة. وجبت كمان كفرات برضه للسفرة، هابقى أوريها لكم برضه كراسي السفرة هاوريها لكم برضه، والأسعار مش هتتخيلوها أصلًا. مش موجودة أساسًا الأسعار دي دلوقتي. المهم كده فرشت بقى قُلت دي أكتر ملاية هتليق مع الطقم بتاع الدفاية ده، فقولوا لي برضه أنتم إيه رأيكم كده. دول أصلًا يا بنات ال يعني الملاية دي أصلًا بتاعة الكوفرتيات دي، فاهميني؟ يعني الكوفرتيات دي أصلًا هم دول ملايتهم، الملاية دي بتاعتهم. حطيتهم بقى على جنب كده، تمام. طبعًا أنا فتحت الشباك وسِبته بقى كده للآخر خالص، قُلت هاسيبه لحد ما أخلّص الغرفة كلّها، وبعد كده بقى بعدها كده بشوية أبدأ إن أنا إيه، أقفّل بقى عشان خاطر إيه، يعني بصراحة الشباك ده على المنور وبيجيب تلج، تلج، تلج بمعنى كلمة تلج بصراحة. هنا بقى كمان شِلت بقى الحاجات دي، قُلت بقى عينهم بقى دول خلاص بقى في الدولاب بقى أنا مش محتاجاهم دلوقتي، وهابدأ بقى ألبّس بقى السرير التاني دلوقتي معاكم. الدفايات دي تحفة، تحفة يا بنات والله العظيم اللي هي المرسومة على سندريلا دي حلوة جدًا، جدًا. بس دول كنت جايباهم من فترة طويلة، مش فاكرة كنت جايباهم بكام بصراحة، بس كانوا حلوين أوي، أوي، أوي. وأحلى حاجة فيهم يا بنات إن هُم بيكسوا السرير كلّه من أوله لآخره، مش بتحتاجي خالص، خالص إن أنتِ تحطي ملاية أصلًا، هي لوحدها كده ما شاء الله جميلة، فما بتهدريش بقى إيه، يعني ما بتستهلكيش بقى ملايات كتير ودفايات وبتاع وكده، لأ، فهي بصراحة كفيلة إن أنتِ بتفرشيها لوحدها، بتفرش لِك السرير كلّه من أوله لآخره، ما بتحتاجيش بقى ولا لملاية ولا لأي حاجة خالص بصراحة. المهم يا بنات قولوا لي أنتم عاملين إيه بقى وطمنوني عليكم كده، وقولوا لي أنتم عاملين إيه في الجو اليومين دول. الجو اليومين دول تحسوه كده يا بنات غريب، يعني في حاجة غريبة مش مضبوطة. تحسوه شوية بيدفي، شوية الجو بيبقى ساقعة جدًا وتلج، بس بيقولوا هيبقى موجة بقى، يعني تبدأ درجة الحرارة بقى تنزل من النهارده، اللي هو النهارده التلات، أنا بامنتج لكم الفيديو ده النهارده وهانزّله لكم النهارده إن شاء الله بأمر الله ربنا ييسّر. فبيقولوا الجو هيبقى اتغيّر من النهارده. أنا شايفة والله الشمس بتطلع حلوة، والآخر بتطلع الجو يقلب ويغيّم، وتمشي الشمس تبقى مش موجودة، وشوية تظهر تاني وتبقى حلوة، فيمكن الجو بقى يبدأ من النهارده، فربنا يستر بقى يا بنات، ربنا يستر. المهم فرشت بقى، إيه رأيكم بقى في عصر السرعة ده، يعني في لحظة، في ثانية إلا ثانية كده كان السرير اتفرش وبقى زي الفل. قولوا لي إيه رأيكم بقى كده. هافرش كمان بقى البطانية دي هاطبّقها بقى كده واحطها خلاص. بصراحة الفترة اللي فاتت دي كنت باخلّيهم كل واحدة تنام على سرير، لإن كانوا تعبانين وكنت خايفة إنّهم طول ما هُم نايمين جنب بعض يفضلوا يعدوا في بعض زيادة فاهمينّي، فقُلت لهم لأ كل واحدة فيكم تنام على سرير، فواحدة كانت بتنام على السرير وبتتغطى ببطانية، والتانية كانت بتنام على السرير اليمّة التانية بتتغطى بالكوفرتتين كده إيه فوق بعض. وده كده كان شكل السراير بعد ما اتفرشوا، ما شاء الله بقى شكلهم حلو جدًا وشكلهم جميل. فقولوا لي إيه رأيكم برضه يا بنات كده. الدنيا كانت مكركبة بصراحة جدًا، جدًا، جدًا. كانت كل حاجة مقلوبة، وكل حاجة ما كنتش قادرة بصراحة أعمل حاجة، بالذات الغرفة بتاعتهم دي كنت باروّقها كده على الماشي يعني. كان أهم حاجة كنت باروّقه برّه اللي هو الأنتريه والسفرة، كنت باروّقهم دول أهم حاجة، والمطبخ برضه. ف يالّا الحمد لله، الله المستعان، ربنا يا رب يعيننا ويقوينا جميعًا. خلّوا بالكم بقى من نفسكم يا بنات ومن ولادكم اليومين دول، الجو صعب جدًا، الدور ده ماشي بشكل فظيع، بجد والله العظيم كل الأطفال يعتبر خدوه، ومش عارفة في إيه بجد، فربنا يا رب يحفظهم ويسترها معانا. سمعت ناس بتقول لي ده اسمه متحوّر جديد اللي هو بتاع الكورونا، ده المتحوّر الجديد من الكورونا. فالدور عشان كده الدور بييجي صعب جدًا، جدًا الفترة دي، وبيقعد فترة طويلة مش بيمشي بسهولة خالص، بيقعد حوالي
15 يوم، يعني بيقعد بال15 يوم كده على ما بيبدأ الواحد اللي هو يفوق أساسًا والدور يمشي، يعني دور البرد العادي اللي هو الطبيعي 4، 5 أيام، أسبوع بالكتير، لأ ده بيقعد لحد 15 يوم، تعب، تعب فعلًا، دور وِحِش وصعب جدًا. لدرجة إن إحنا كنا خلاص بعد 15 يوم خلاص بدأنا إن إحنا نتحسن، لقيت رجعت بنتي تاني في لحظة كده، لقيتها مرة واحدة سخنت بالليل تاني وتعبت، فبقيت والله العظيم يعني مش عارفين أنا بقيت حاسة بإيه، الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب، الحمد لله. فبجد لأ الدور صعب، صعب جدًا، جدًا، ربنا يا رب ينجّي ويسترها علينا ويسترها على ولادنا جميعًا، اللهم آمين يا رب العالمين. المشكلة إن هُم عندهم تقييمات دلوقتي وعندهم امتحانات دلوقتي في المدرسة، فعشان كده أنا مش عارفة إن أنا خالص أغيّبهم، بصراحة قعدوا 15 يوم من المدرسة ما كانوش بيروحوا، لكن دلوقتي بقى عندهم تقييمات لازم إن هُم يروحوا عشان خاطر التقييمات اللي هُم بياخدوها في المدرسة، قُلت هيخلّصوا بقى الامتحانات والتقييمات دي وأقوم قاعداهم، يعني مش هاخلّيهم يروحوا تاني بقى غير على امتحانات نُص السنة أو امتحانات الترم يعني إن شاء الله بأمر الله، فأنا هاعمل كده لإني أصلًا يعني خلاص هُم ما بقوش ياخدوا حاجة، فما لهاش لازمة، ما لهاش لازمة إن هُم يروحوا. بيصحوا بدري يعني والجو اليومين دول مش مضبوط، وطبعًا الطفل بيبقى دفيان وبيخرج برّه في الهوا فبياخد نزلة برد، وطبعًا معظم الأطفال أساسًا دول تعبانين أصلًا في المدرسة، فطفل تعبان بيعدي الباقي، بس أنا والله يا بنات أنا لمّا لقيت ولادي تعبانين كده أنا ما رضيتش خالص، خالص إن أنا أودّيهم، يعني أنا قُلت حرام إن أنا أودّيهم المدرسة لإن هُم تعبانين من ياما، هيتعبوا زيادة لإن الدور ده بيقول لِك لمّا بييجي ربنا يعافيكم يا رب، بيبقى عايز راحة، بيبقى عايز الطفل ما يتحركش كتير، ما يخرجش، ما يتنططش، ما يروحش هنا وهنا، لإن بيبدأ إن هو بيزيد عليه، ف وكمان بيبقى دور مُعدي، فممكن يعدي كمان صحابه أو زمايله اللي معاه في المدرسة، فطبعًا حرام ليه. فالمهم شِلت بقى كل حاجة كده وروّقت عندي الفريزر ومسحته الكومودينو كمان روّقته برضه ونفّضته كده وضبّطته، وبدأت أشيل كل حاجة من الأرض، قُلت بقى كفاية كده بقى أبدأ إن أنا أنفّض الحاجات دي، أنتم هتشوفوا معايا والله الدنيا أصلًا نضيفة يعني ال السجادة دي ما فيش تحتها ولا تراب كتير ولا أي حاجة، يعني الدنيا عندي نضيفة اللهم لك الحمد يا رب، لإني دايمًا عندي معظم الوقت بابقى مقفّلة كده ما بافتحش كتير، فالحمد لله عندي الدنيا بتبقى نضيفة، وإيدي فيها أول بأول، فالحمد لله بتبقى عندي نضيفة يعني. فهتلاقوا حاجة بسيطة جدًا، يعني تراب حاجة بسيطة جدًا اللي طلعت من تحت السجادة، فخلاص كده هاكنس برضه ورا الباب كده وتحت التربو برضه، وهابدأ إن أنا بقى أمسح كده مسحة سريعة برضه، أجيب كده كوباية صغيرة فيها شوية مَيّة وحطيت فيها شوية اللهم صل على سيدنا محمد، حطيت فيها شوية اللي هو كلورين الألوان كده وبدأت إن أنا أحط بس أشقُر كده المَيّة في الأرض وأبدأ بالموب بتاعتي كده وأبدأ إن أنا ألمّع كده الأرض وأنضّفها. زي ما أنتم شايفين الدنيا عندي هنا مش متبهدلة على الآخر يعني الحمد لله البلاط عندي أصلًا نضيف، السيراميك عندي نضيف، بدأت كده زي ما أنتم شايفين أدلق كده المَيّة وأبدأ إن أنا أمسحها. بعد ما خلّصت خالص رُحت غسلت الموب دي ورجعت تاني نشّفت بقى كل الأرض، لإن طبعًا بتعمل رغاوي كده على الأرض وممكن تعمل زي تجهيرة كده، فلمّا خلّصت خالص، خالص غسلت الموب كويس جدًا ونشّفتها كويس جدًا، وبدأت إن أنا آجي بقى أعيد تاني على السيراميك عندي هنا في الأرض. نضّفته بقى كده ما شاء الله وبقت نضيف كده وبقت ريحته كمان زي الفل. بصراحة يا بنات أنا باحب جدًا، جدًا يعني بعد التنضيفة دي إن أنا يا أشغّل عود بخور، يا إمّا أرُش مُعطِّر، بس بصراحة صدرنا كان متدمّر، ما كناش هنقدر خالص، خالص نشم ريحة بقى ولا تراب ولا أي حاجة بصراحة، فقُلت لأ خلاص مش هنقدر أصلًا إحنا تعبانين وصدرنا تعبان والكُحّة بقى بعيد عنّكم يعني بعيد عنّكم يا رب الكُحّة صعب جدًا، جدًا، فقُلت لأ خلاص يعني أمّا نخف بقى براحتنا كده إن شاء الله أبدأ تاني إن أنا أشغّل بخور، وأبدأ تاني إن شاء الله إن أنا أعطّر كده وأضبّط الدنيا. خلّصت بقى كل حاجة، قُلت بقى على ما الأرض تنشف معايا أكون أنا خلاص هنا بقى لمّعت الدولاب السراير والدولاب وكل حاجة يعني في الغرفة. بدأت كده مسكت السراير الأول لمّعتها وضبّطتها، وبعد كده أدخل دلوقتي على الدولاب برضه كده هالمّعه وأضبّطه وأخلّيه زي الفل. البخاخة دي حلوة جدًا، جدًا يا بنات، البخاخة دي عبارة عن عبارة عن مَيّة بشوية خَل أبيض عادي جدًا ومعاها شوية اللي هو مسحوق بتاع الأطباق، اللي هو أي نوع بقى مسحوق بتاع أطباق تحطّي منه شوية وشوية مُعطِّر، وبدأت كده إن أنا يعني بابُخ كده على الفوطة اللي في إيدي وأبدأ إن أنا يعني أبدأ إن أنا أمسح بيها فاهمينّي؟
كده انا ببخ حاجة بسيطة جدا جدا، ده بس بتديني لمعة كده الدولاب وبتنضفه. الخل حلو جدا يا بنات، بيدي لمعة حلوة قوي قوي قوي، وكمان بيعقم وبيطهر، حلو جدا جدا جدا. بدأت بقى اعمل كده على الفوطة وابدأ ان انا ايه المع. انا بقيت المع كمان الدولاب من تحت، بس بقيت اوقف الكاميرا وابدأ ان انا المع كل الدولاب من تحت ومن فوق. خلصت كله 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 وبقى بيلمع معايا كده وبقى زي الفل ما شاء الله. وخلاص كده هبدأ بقى ان انا ايه افرش بقى السجادة والحافظة تاني، او اللي هي الدفاية اللي انا حطاها دي، حلوة جدا جدا، بتدي دفى كده للأوضة وبتدفيها. ويعني ايه البنات لو حبوا يقعدوا هنا في الأرض يعملوا أي حاجة بتبقى مدية دفى، حتى هم داخلين هم خارجين بتبقى مدية دفى، لأن دي يا بنات عبارة عن بطانية كده. كنت أنا قسمها 2، حاطة منها جزء هنا وحاطة منها جزء في الأنتريه. حلوة جدا جدا وبتدي دفى للمكان وجميلة جدا بصراحة. ده كده بقى منظر الأوضة زي ما انتم شايفين ما شاء الله بقت زي الفل. قولي ايه رأيكم بقى في الشكل كده، وايه رأيكم في النظافة. هنا عطرت بس كده على بسيط لأن البنات كانوا قاعدين بره، فرحت معطرة هنا كده على بسيط الأوضة، وقلت ايه هما كده قاعدين بره، رحت قافلة الأوضة، فاهمني. كنت خلاص بقى قلت لا انا مش هعطر وكده عشان صدرنا، بس قلت ايه كده هم قاعدين بره بيتفرجوا على التلفزيون بره في الانتريه، فخلاص انا اعطر كده على بسيط يعني واخرج اقفل إيه الاوضه ورايا شويه وخلاص. هنا حبيت احط على المفروشات برضو، هنا قلت على الستاره بتدي ريحه حلوه. يلا بينا بقى نشوف انا جبت ايه. بصوا جبت كده شويه حاجات وحابه كده ان انا ايه اوريها لكم. حاجات كان نفسي فيها وبصراحه بقالي فتره طويله عماله ادور عليها، بقالي فتره وما صدقت بصراحه ان انا لقيتها. فجبت كده شويه حاجات قلت كده اوريها لكم وتعرفوا كده الاسعار معايا، يعني وشوفوا كده الاسعار عندكم زي عندنا كده ولا ايه النظام وكده. وقلت افرجكم كده على شويه الحاجات اللي انا جبتها لان بصراحه كان نفسي فيها قوي 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 قوي. بصوا اول حاجه كده يا بنات انا جبت ايه، جبت الكبه دي اللي هي الكبه الضغط دي، كان نفسي فيها من زمان بصراحه، كنت كل ما ادور عليها ما بلاقيهاش موجوده يعني، فجبتها كده. دي يا بنات اللي هي 2 لتر، تمام. دي اهي، دي كده اللي هي البينك، شكلها جميل كده ولذيذه. بصوا هطلعها كده خالص واوريها لكم. باربع اسلحه كده زي ما انتم شايفين، وده بتاع البيض، تمام. وهي ده الدورق بتاعها، الدورق بتاعها 2 لتر اهو كده ما شاء الله حلوه. يعني دي بتتحط كده، انا شفت ناس كتير جايبينها يعني بيقولوا انها عمليه وحلوه، فعشان كده بصراحه انا حبيت ان انا اجيبها وقلت ايه يعني هتنفعني جدا جدا. فاهي كده زي ما انتم شايفين، طبعا هي فيها هنا ده اللوك، ده بيتفتح كده اهو بتترفع، تمام. وتشغليها بقى عادي جدا اهو، اهو زي ما انتم شايفين كده جميله ما شاء الله. وبعد ما بتخلصي بتقومي قافلاها كده، جميله وقلت اجربها وعجبتني جدا جدا بصراحه، ويعني قلت هتنفعني جدا. دي كده واحده، انا جبت ليا واحده وجبت لماما كمان واحده، فهوريكم كده برضو بتاعت ماما، هقول لكم على سعرها برضو دلوقتي اهي. بتاعت ماما دي بقى لونها اللي هي الجراي اهي زي ما انتم شايفين برضو. السلاح بتاعها حامي جدا، هو كان عمال يقول لي خلي بالك عشان السلاح بتاعها حامي قوي وممكن يعور لا قدر الله، فربنا يا رب يسترها اهو. ودي التانية اهي ما شاء الله برضو حلوة. فدول كده اول 2، يعني اول حاجة بصراحة ما صدقت ان انا شفتها وجبتها على طول. سعرها كان عامل كام؟ كانت الواحدة عاملة 125، دي اللي هي ال2 لتر. جبت ايه تاني؟ جبت دول يا بنات، الاشكال دي حلوه جدا عجبتني. بصوا بقى في اي ديفو عندك في حيطه اي حاجه يعني ايه بتداري عندك اي ديفوهات. دي كده اللي هي البلاستيك كده بس شكلها حلو، هي فراشات عباره عن الواحده كده طبقتين اهي زي ما انتم شايفين،
فيها بقى كتير كذا واحدة، ممكن تحطيها عندك في أوضة أطفال، ممكن تحطيها عندك على التلاجة، ممكن تحطيها عندك في أي مكان بقى يعني. بصوا ما شاء الله هي كتير، وكانت ومعاها كمان الدبل فيس بتاعها عشان تتلزق بيهم. بصوا شكلها جميل وتحفة. دي كانت عاملة كام؟ دي كانت عاملة 15 على بعضها كده. دي برضو اهي. وجبت طقم المصافي دي اللي هي 3 في 1. دي برضو كانت عاملة 15 جنيه. دي اللي نوعها اللي هي ستانلس. دي برضو كانت عاملة 15 جنيه. وجبت ده يا بنات، ده كده اسمه نفتالين. ده بيتحط بقى في البطاطين والمفارش والحاجات دي. طبعا احنا ساعة ما اتجوزنا واحنا عندنا مفارش، وعندي مفارش ستان، وعندي الحاجات بتاعتي كلها. بصراحة انا عيناهم مفهومش اي حاجة، فانا خايفة عليهم. فمامتي قالت لي هاتيه ده، هاتي النفتالين ده وحطيه في ايه، في قلبهم كده، فيحافظ لك عليهم يعني. فده برضو كان عامل 15 جنيه. ده يا بنات كان عامل 30. ده كان عامل 30 جنيه. وجبت كمان هرسة التوم دي، كنت عايزاها بقالي كتير بصراحة. دي كانت عاملة 65 جنيه. دي برضو نوعها اللي هي ستانلس. نوعها ستانلس نظيفة برضو اهو كده زي ما انتم شايفين. دي كانت عاملة 65. وجبت ايه تاني؟ وجبت بقى شوية حاجات كده للمنظفات، بس عجبوني جدا. بصوا يا بنات، جبت فريدة ده اللي هي ال2 لتر. ده نسيم الربيع اللي هو البامبا ده، ريحته تحفة تحفة تحفة. بصوا يا بنات، هو ده احلى حاجة فيه ان انت ممكن تستعمليه لكذا حاجة. يعني تستعمليه اللي هو المعطر اللي بتاع الأقمشة، ممكن تستعمليه كمان اللي هو كمعطر زي المعطرات اللي احنا بنعملها، ان انت تاخدي منهم مثلا شوية في بخاخة وتزوديها مية وتعمليها كمعطر. ممكن تحطي فيها برضو وانت في مية المسيح بتاعت الأرضيات. ريحته خطيرة وريحته ثابتة جدا وحلوة قوي قوي قوي. ده كان عامل كام؟ ده كان عامل كان عامل 60. لا كان عامل 70. ده كان عامل 70 جنيه. بس انا برضه هكتب لكم كويس عشان ايه، عشان انا جايباه بقالي فتره فمش فاكره قوي. لا كان عامل 70 يا بنات. ده كان عامل 70 جنيه. وجبت كمان كلوريل بتاع الالوان ده حلو جدا برضو. بحط منه مع لو في بقع في الغسيل او اي حاجه بيطلعها برضو، ريحته حلوه جدا. وكمان ساعات بحطه برضو في ميه المسيح، برضو حلو قوي قوي. ده كان عامل 30 جنيه. ده كان عامل 30. وجبت كمان الكريم ده بتاع سنيور ده كده كريم تصفيف شعر بس حلو يعني، نوع كويس. دي كانت عاملة كده 37 جنيه. تمام. وجبت كمان المخمرية بتاعت العود الملكي دي، روعة روعة روعة، حلوة جدا يا بنات. نوعها حلو قوي، ريحتها فظيعة. بس خلي بالكم عشان في منها التقليد وفي منها الأصلي. تمام. في منها طالع تقليد ريحته مش ثابتة خالص ومش حلو. دي اللي هي الأصلي. تمام. زي ما انتم شايفين كده. دي كانت عاملة معايا 30 جنيه برضو. حلوة جدا جدا، من أحلى أنواع المخمريات اللي أنا جربتها وعجبتني جدا 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 بصراحة. تحفة تحفة تحفة. ومن ساعة ما جبتها بصراحة مش حابة ان انا اغيرها خالص خالص خالص. حلوة قوي. دي برضو كانت عاملة معايا 30 جنيه. فخرجت كده امبارح جبت شوية الحاجات البسيطة دي. دي كده الحاجات اللي انا جبتها والاسعار. فقولوا لي ايه رأيكم فيها. اكتر حاجة فرحانة بيها الكبة. كنت بص يعني كان نفسي فيها من زمان جدا جدا بصراحة. فدي كده كانت حاجات بسيطة بقى كده ان انا جبتها. وقولي بقى الاسعار عندكم عاملة ايه.